الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل محشي. اللهم صل على النبي. اول حاجه بنعملها معايا حله او اي حاجه عندك، يعني تاخد الكرنبايه بتاعتك فيها ميه، هتغلي الميه وحاطه فيها ملح. على ما الميه تغلي انا بقور على الراس كده وبطلعها، وهرجع تاني هقور هنا كده برضو على ما انضفها كويس واطلعها، ونشوف هنسلق الكرنبايه مع بعض ازاي. خلاص قورت الكرنبايه زي ما احنا شايفين كده الحته دي. انا الميه معايا كمان غلت. هعمل ايه بقى؟ انا بحط الكرنبايه على الناحيه اللي فيها العنق دي، لان دي هي الاقوى مش اللي تحت. هحطها دقيقتين على الوش ده، هقلبها وبعدين هقلبها بعد شويه، بعد دقيقتين على الوش التاني، هنشوف وهكذا، وهنفكك منها. احنا شايفين كده، شايفينها في الميه اهي على وشها دي. بقى بيبقى سهل خالص اما نقومي قلبينها تفككيها بقى من بعضها. هنشوف مع بعض بعد دقيقتين، هوريكم وانا بقلبها ونفككها سوا. هو انا ما كملتش دقيقتين برضو عشان ما تتهرش. من شايفين سهل ازاي ان انا افككها؟ انا هفكك كده وهشيل الجزء اللي في القلب عشان ما تبقاش مسحومه. هشيل الجزء اللي في القلب كده لان الحله مش هتاخدها كلها متفككه، وبعدين هفرد وهوريكم ازاي. شايفين انا شلت الجزء اللي في القلب اهو، القلب شلته على صينيه. هفرد بقى الجزء اللي انا سايباه ده كله، هفككه من بعضه واقلبه تاني على وشه، يعني كده. يعني مثلا اهو هبدا بقى اقلبه وافككه خالص وحدات بقى زي ما انتم شايفين كده، واسيبه بقى لحد ما ايه ياخد دقيقتين كمان واخرجه. الورق هفتحه هحطه كده تحت على صينيه او مصفى او اي حاجه، وافتح عليه الميه عشان اتخلص من السلق الزايد. في نفس الوقت بظبط الالزامات الضرر، يعني بوقف مفعول. وهغير الصينيه بالمنظر ده كده لحد ما يبرد كله ويسقى كله. اي سلق زايد بتخلص منه، ونشوف بعد كده هنقطعه مع بعض ازاي. معايا دلوقتي ورقات الكرنب بعد ما سلقتها. انا هشيل العلق ده كده، معايا 3 ورقات، هشيل العلق منهم كلهم يعني بالمنظر ده كده اهوت. هشيل الاثنين التانيين واقوم حطاهم فوق بعض وانا بعمله شرايط، هنشوف مع بعض. معايا بالمنظر ده كده. هعمل بقى على قد اللي انا عايزاه، وهامسك اجزئها على حسب انت بتحبها، يعني كده معقول علشان ما تبقاش ايه طويله قوي. همسكها اجزئها كلها وهنشوفها مع بعض. هنعمل الوقت صلصه المحشي او عصاج المحشي. انا معايا زيت وسمنه، دي سمنه بلدي يا ريت، يعني لو في ما فيش خلاص اي حاجه انت عندك يعني مش مشكله. هحطهم طبعا، انا بحط الزيت والسمنه حسب كميه الرز. انا النهارده مزوده الرز، فانا هعمل زيت على السمنه. هستنى ما السمنه تفك كده، وهحط معايا فرمه بصل، نص كميه البصل اللي معايا. حطيت نص كميه البصل وهسيبه يبدا. ومعايا الصلصه مضروبه ومتصفيه. هنا بقى نص كميه البصل مع الثوم المفروم. معايا راس كبيره من الثوم او راسين على حسب ما تحب. انا بحب الثوم فيه، وبرده بحب البصل فيه في المحشي. البصل اللي انا سبته مع الثوم هحط عليه الفلافل بتاعتي اللي هي كمون وكزبره وفلفل وملح، وهدعكهم كويس قوي قوي وهسيبهم للاخر مش الوقت. لكن ده اما يدبل هحط الطماطم طبعا، وهحط علبه صلصه. هسيبه يدبل ونشوف مع بعض. كفايه كده على البصل، انا مش بحمره انا بدبله بس. هحط الطماطم هسيبها تغلي على ما اجيب لها علبه صلصه. ده الثوم والبصل. والله هي في ناس بتسيب شويه ثوم للاخر خالص، انا كده كده بحط البصل والثوم قبل ما بحط الرز مش بعد ما بحطه. هتقولي لي ليه؟ هقول لك عشان انا عايزاه كله يدوب في الصلصه كلها وتوزع بطريقه ممتازه كده، كل الصلصه تشرب منه بحيث يسقيلي كل حبات الرز، ما يبقاش حبه في ناحيه وحبه في ناحيه، لا عايزه الصلصه كلها تشرب منه. معايا بقى ملح وكمون. معايا بقى استنى بقى. معايا الثوم والبصل، انا همسكهم احط عليهم الفلافل واطحنهم في بعض كويس قوي قوي. معايا كمون ومعايا كزبره ومعايا فلفل ومعايا ملح. انا كده شغاله بالفلاش لان الكهرباء قطعت معلش احنا متعودين على كده. فانا هدعكهم حلو قوي قوي. انا ما بحطش دول بقى الا في الاخر خالص
بس انا بحطهم في الصلصه علشان الصلصه كلها تشرب قبل ما بحط الرز مباشره، مش بعد ما بحط الرز، عشان اضمن توزيعهم توزيع كويس في الرز. انا حطيت علبه صلصه صغيره كده، فطبعا هشيل اللي فيها ده. معايا بقى هنا هحط في الصلصه معلقه شطه صغيره، دي شطه حاره، ده اختياري، انا مش راضيه ازود برضو لان في اطفال، يعني حاجه بس تدي لها ايه، تطعيمه كده. ومعايا لقيت عندي كده مكعب مرق هحطه، يعني انا مبقاش هحطه بس هو عندي بقى قلت هحطه، هستعمله في حاجه بقى، هطحنه كده بايديا وحطيته. هسيبها بقى لما تتسبك على الاخر وتقصر خالص، اكون بقى جهزت الرز والخضره والحاجات دي. الصلصه قصرت خالص شايفين. هحط بقى الثوم والبصل بالمنظر ده كده مدعوكين حلو قوي، وهديلهم تقليبه مع بعض علشان اضمن ان هو اتوزع في الصلصه كلها كويس جدا، لان ده اللي يهمني ان الصلصه كلها تشرب منه علشان يبقى طعم الحاجات الجميله دي في الرز. طبعا الملح فيها وكل حاجتها. معايا الرز مغسول، اي كميه بتاعتك. هقلب بقى على الرز الخضره، انا بحب الخضره كتير في المحشي. معايا شبت وكزبره وبقدونس، شلت العنق ومسكتها قطعتها كويس. قلبت كويس جدا زي ما احنا شايفين عشان اضمن ان الخضره متوزعه في الرز كويس. هنزلها واقلبها بقى واسيبها كده حوالي 5 دقايق على النار ونشوفها مع بعض. ما شاء الله العصاج بتاعي احمر وجميل شايفين. هسيبه بقى دقيقتين كده على النار واقلبه لحد ما يشرب كويس الصلصه على النار كده، على نار هاديه، وبعدين ايه يبقى هو كده جاهز تمام. اهو قطعته، مسكت بقى فريت دي اهي شريط طويل اهو، ودي شريط طويل. اخد بقى هنا على قد ما انا عايزه، يعني انا عايزاها مثلا كبيره ومتوسطه، انا بحبها صغننه يعني إيه يعني ده بقى برجع لراحه كل واحد، عايزها لفات كتير او صغننه او تخينه، انت بتمسكي تقطعي من الشريط ده حسب ما انت عايزه. ومعايا هنا بقى حله هي حطيت فيها معلقه زيت وبعض عيدان الشبت والكزبره والبقدونس كده، عاملاها فرشه تحت. هجيب بقى الرز وهمسك بقى زي ما انت عايزه، هلف كده هنشوف مع بعض واحد. اهو شايفين انا حطيت كميه رز صغيره هنا في الورقه على قد الورقه اللي انا على قد الصباع بتاعي اهو. طبعا انا بشيل الرز اللي في الناحيتين علشان يبقى المحشي بتاعي نضيف وما فيهوش رز طبعا انا بعمل بايد واحده، طبعا لما تكون متمكنه بايديكي الاتنين ما يبقاش في رز خارج خالص. وبالمنظر ده همسك لما اخلص الحله بتاعتي صباع ورا بصباع ورا بصباع، عايزه اطول عايزاها اتخن براحتك بقى. اهو شايفين انا حطيت كميه رز صغيره هنا في الورقه على قد الورقه اللي انا على قد الصباع بتاعي اهو. طبعا انا بشيل الرز اللي في الناحيتين علشان يبقى المحشي بتاعي نضيف وما فيهوش رز طبعا انا بعمل بايد واحده، طبعا لما تكون متمكنه بايديكي الاتنين ما يبقاش في رز خارج خالص. وبالمنظر ده همسك لما اخلص الحله بتاعتي صباع ورا بصباع ورا بصباع، عايزه اطول عايزاها اتخن براحتك بقى. شفنا مع بعض الكرنب، هنشوف الوقت الكوسه. انا بشيل الجزء اللي ورا ده كده وشيل دي، بغسلها كويس جدا جدا من الرمل لان بيبقى عليها رمل كتير جدا. وهمسكها بقى اعملها سيور كده. انا برمي الجزء اللي انا شايلاه من ورا ومن قدام وهعملها سيور بالمقوره، هوريكم ازاي ونشوف مع بعض هنقورها ازاي. عملتها سيور بالمنظر ده كده بالمقوره دي بظهرها كده كده، يعني امسك كده واشد كده 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 كده. همسك بقى، انا معايا مقاسين حسب الكوسايه، همسك من هنا من جوه وهقور بالراحه كده. لو هي كبيره بعمل باللي تناسبها، صغيره بعملها. انا ما برميش القلب ده، انا بحطه تحت الكوسه وانا بسويه، فانا هلمه في حاجه، لكن الاخضر اللي بيطلع من هنا والعلق بتاعها ده برميه، لكن اللي جوه الابيض ده ما برموش. هنعمل واحده ونشوفها مع بعض. اهي عملت دي بالصغيره بالمقوره الصغيره واللي خرج منها، هكمل بقيه الكميه بنفس الطريقه. الكرنب اهوت لسه بس مكان لصابع. وبعدين هنا الكوسه هعملها في الصينيه طبعا مناسبه لها. بحشي الكوسايه بالمنظر ده كده واسيب حته في الاخر كده عشان الرز يتمدد وما يخرجش من الكوسايه.
هخلص الكميه بتاعتي ونشوف في الاخر خالص. يعني حله صغيره اهي فيها برضو معلقه زيت وعيدان الخضره. معايا بقى ورق العنب اللي احنا مخزنينه سوا زي ما احنا شايفين كده بلفته. همسكه افرده، طبعا انا فكته في ميه، هفرده بقى واخد ونشوف ايه هنحشي واحده مع بعض ازاي. شايفين السم مفروده، وهنشوف كانه شايفين ولا هيعذبك ولا حاجه، مفروض جاهز اهوت. شايفين اهو مجرد ما فكيت اللفه الورق مفرود، يعني مش هيعذبني ولا حاجه. هنا هعمل ايه؟ هجيب الطرف ده كده وهقفل من الجنبين كده وهقوم لفاها. سهل خالص، يعني هقفل الاول الجنب ده والجنب ده واقوم لفاها على بعض. هشوف المنظر ده كده، هو صغير بس هو اللي بان في الشاشه كبير. طبعا احنا عارفين ان احنا بنحشي ورق العنب بنحط الرز على الناحيه الخشنه، الناحيه اللمعه الناعمه هي اللي بتبقى بره. وبالمنظر ده هكمل بقيه الكميه بتاعتي. انا معايا الكوسه اهي، معايا الشوربه، انا هاخد من الشوربه واحط اعيد لها. بس كده، وهغطي عليها والاخر هحطها في الفرن. معايا الكرنب ومعايا ورق العنب برضو هعقد لهم، يا دوب بيبقى كده ايه الصابع باين. شايفين؟ بحط بالراحه لان انا مش حاطه طبق ولا حاجه. بس كده شايفين السطر الاولاني مش متغطي جامد بس تمام كده. شايفين الشوربه باينه وفي نفس الوقت الصابع باين. وهنا برضو المنظر ده. وههز الحله، طبعا انا مش عارفه اهزها بالراحه. تمام كده خلاص، هغطي عليهم واسيبهم لحد ما ينضجوا. يدوب بس اضير الحله من الناحيه دي للناحيه دي. ما شاء الله على المحشي وجماله وريحته وطعمه، جربوا الطريقه دي.